أذكر فقط بأن تفاصيل هذا الحادث يعني تقريبا ونسبيا غامضة، هناك تكهنات وهناك اعتقادات وهناك أمور كثيرة. المهم أن هذه الفتاة فعلا تعرضت للعنف. هل اغتصبت أم فقط تعنفت؟ الله أعلم. يعني حتى الآن لا يمكن الوصول إليها ولا تريد يعني حتى التفاوض من أجل الحصول على مال، لأن الكل كان يقول بأن هذه التهمة ملفقة، ولكن الفتاة حتى الآن يعني رافضة مال، رافضة مفاوضات، وتريد فقط حقها أو لجأت للقانون في هذا الإطار. فرنسا لا تتهاون في قضايا المرأة خصوصا نعم، بس الاغتصاب. حنان أعطيني تفاصيل، نعم. هل معروفة جنسيتها؟ هل هي لا لا تعرضت لا للضرب؟ وين تلاقت؟ هل هي اللي بلغت الشرطة؟ لا لا، هي لجأت للاستقبال حتى تبلغ بأنها تعرضت للعنف حسب أقوال يعني القائمين، الناس اللي بيشتغلون أو الذين يعملون في الفندق. ولكن يعني هل تم اغتصابها وما إلى ذلك، كل هذا حيثيات لا نعلمها حتى الآن. مؤكد أنه هي تعرضت للضرب من طرف سعد المجرد، وفعلا كانت موجودة معه في الغرفة، والشرطة أتت إلى الفندق وأخذته من الفندق حتى يستمعون لأقواله، وهو لحد الآن لم يتجاوز 48 ساعة حتى للأسف الشديد يكون أمام القاضي للبث في قضيته. نعم، لكن لما تركت الغرفة ونزلت تحت كانت يعني متعرضة للضرب، على الأقل نعرف هذا نعم الشيء. نعم نعم، كانت متعرضة للضرب. تم القبض على سعد المجرد الساعة كم؟ نعم، أظن كانت الساعات صباحا بين الساعة 7 والساعة 10 نعم، وبعدين صباحا. بعدها مثل أمام قاضي؟ لم يمثل أمام القاضي لأن القانون الجنائي الفرنسي يقضي بضرورة البقاء 48 ساعة يعني في مركز الشرطة، وحتى الآن لم نتجاوز يعني لم نتجاوز 48 ساعة، وبالتالي أظن من المؤكد أنه سيمثل غدا صباحا أمام القاضي. هناك حفل سيحييه يوم السبت 29 من أكتوبر، والسلطات المغربية تحاول أن يطلق سراحه بكفالة حتى يقوم بإحياء هذا الحفل. هل سيعود إلى المغرب؟ هل سيبقى هنا للبث في قضيته؟ لا أدري. نعم، بس هذه هي التفاصيل المتوفرة لديك الآن حول التفاصيل، يعني القبض عليه. في أي إضافات نعم، عندك، لأن أي تفاصيل؟ التفاصيل هو يعني انتظار محاولة ربط الاتصال بهذه الفتاة التي نعم. ترفض كليا التفاوض، يعني لا الحصول على هل وما معروف إلى ذلك. عمرها؟ عمرها بصراحة غير معروف، فقط أريد أن أقول بأنه قد تكون، بل مؤكد بأنه عمرها سيتراوح ما بين 18 و 24 سنة بحكم المكان الذي تعرفا فيه والمكان الذي التقيا فيه، لأنه كان هناك عدد كبير من المراهقين والشباب الصغار يعني أصدقاء للكوميدي الفرنسي كيف آدامز وجاد المالح. إذا نتعرف عليها في حفل. نعم، تعرف عليها في حفل جاد المالح الكوميدي نعم. الفنان المغربي يعني المعروف جاد بنشكرك المالح. على هذا